اهلا وسهلا اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو نتوما باحسن الاحوال ان شاء الله. كنرحب بكم كاملين وكنشكركم جزيل الشكر على المتابعه. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم اقتراح ساهل وسريع للكوتي. توجوه في 10 ديال الدقائق وغير بيضه واحده بمكونات اقتصاديه، يعني كيك اللي كيجيو اكثر من رائعين. نتمنى ان شاء الله اخواتي تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنساونيش من لايك. الله يجازيكم بكل خير، وهنا بسم الله على بركه الله. غنبدا معكم في المقادير والطريقه كيف عودتكم دائما. هنا غادي نحتاج حبات ديال البيض اللي تكون بدرجه حراره المطبخ. غنضيف عليها نص كاس ديال السكر سنيده، وغادي نضيف هنا واحد الكيس ديال السكر فاني اللي ممكن تعوضوه بقشور البرتقال اولا الحامض، ورشيشه ديال الملحه لتصحيح الذوق. غنطرب مزيان هاد البيضه مع السكر. هنا غادي نطرب مزيان هاد البيضه مع السكر مزيان مزيان حتى كيتغير اللون ديال البيض وكتذوب لينا ديك السكر سنيده، اي السكر الخاشن. من الافضل كيف كنقول لكم دائما نستعملوا داك السكر سنيده ديك الرقيقه. هانتوما كيف كتشوفوا طربتها غير بالطراب اليدوي، ما كنحتاجوش نهائيا الطراب الكهربائي. هانتوما كيف كتشوفوا اللون ديال البيض تغير ولا مائل الابيض. صافي، وغادي نبقى نضيف هنا نص كاس ديال الزيت المائده. هنا عبرت المكونات كاملين بالكاس د العنبه. هاد نص كاس ديال الزيت غنضيفوه دفعات بهاد الطريقه هادي، وحنا كنخلطو حتى كتنسجم لينا هذيك الزيت مع المكونات، ما كتبقاش كتبان لينا فوق الخليط. صافي كنخدموه مزيان هانتوما كيف كتشوفوا. وغادي نضيف هنا واحد العلبه ديال الياغورت بالمذاق ديال الموز اولا ديروا الفاني. ها هي هاد المذاق ديال الموز كيتوتا بزاف، كيعطينا واحد المذاق رائع لهاد ميني كيك. غادي نخدمو مزيان كذلك هذاك الياغورت مع المكونات. هاد الميني كيك هادو راهم ساهلين وسريعين في التحضير. صافي، وغادي نضيف هنا الكاس ديال الدقيق كيف كتشوفوا، كاس ديال العنبه ديال الدقيق. انا حاولت هنا نعبر معكم بالكاس، وغادي نعطيكم القياس بالغرام ديال الدقيق. صافي، غربلت داك الكاس الاول وغادي نخلطوه حتى ينسجم لينا هذاك الدقيق مع المكونات. حتى كندخلوا داك الدقيق مزيان، ودائما راه على حساب النوعيه ديال الدقيق. انا هنا غادي نعطيكم بالضبط شحال دخل ليا ديال الدقيق. وهنايا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الكونفيتير اي المربى السائله ديال المشماش. ضيفوها من الاول، انا نسيت ضفتها حتى لهاد المرحله هذه. كيف كنقولت لكم دائما الدقيق راه على حساب النوعيه ديالو وعلى حساب الحجم ديال البيض. يعني انا هنا احتاجيت هانتوما الكاس الثاني، كاس نص كاس ما كاملش تقريبا. هنايا دخلت ليا 130 غرام ديال الدقيق اللي عبرت بالميزان، يعني كاس ونص. ما يكونش عامر هذاك النص وتضيفوهش دفعه واحده، هذاك النص بقاو تضيفوه شويه بشويه. الطحين راه كيختلف والحجم ديال البيض كذلك. صافي، هنايا انا دخلت داك كاس ونص ديال الدقيق، تقريبا واحد 3 ديال المعالق عامرين ديال الدقيق. وغادي نحتاج هنا واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات واحده، واحد الكيس واحد فئه 8 غرام. غادي نغربلوه حتى هو، وغادي نخلط مزيان حتى نحسوا به نسجم مع المكونات. القوام تيكون على هذا الشكل هذا ديال الخليط. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل اللي ممكن تعوضوها بعصير ديال الحامض. خل اولا الحامض كيعطينا الهشاشه للكيك. انتما كيف كتشوفوا القوام ديال هذا الخليط ديال هذا الميني كيك كيف كيكون، ما تيكونش قاصح، ما تيكونش خفيف بزاف. خديت هاد الليمون الفرديين كندهنوهم بالزبده. ديروا اي مول كتفضلوا، الليمون اللي بغيتو غديروهم. انا هنا غادي نحاول ندهنهم كاملين بالزبده، وغادي نرشهم بالدقيق اللي ممكن ديروهم في مول كبير اولا ديروه الخليط ديروه في مول كبير اولا ديروه في هاد الليمون هادو. صافي، هنا كنلبسهم كاملين بداك الدقيق، اولا عوض الدقيق ديروا الزلجلان
اولا اللوز ايفيلي اولا كاوكاو ايفيلي، يعني الاختيار كيبقى عليكم. انا هنا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق. صافي هنايا غادي نديرهم هنايا في واحد اللاطه اللي غادي تدخل الفران، وغادي نعمرهم بالخليط ديال الكيك اللي وجدنا. كنحاول هنا كندير معلقه كبيره في الاول. انا هنايا راني عمرتهم بزاف، يعني نتوما حاولوا ديروا 10 ديال القطع ديال هاد الميني كيك. انا هنا راه عمرتهم بزاف، نسيت وحده درتها دهنتها وخليت صافي، درت لي عمرت هاد اللاطه هادي وخليت وحده جانبا، صافي بقيت نعمر غير الاخرين. يعني هنايا راه كتعطينا 10 ديال الحبات ديال هاد الميني كيك هادو. كنعمرو معلقه كبيره في الاول وعاد كنبقى نزيد شويه بشويه، تقريبا واحد معلقه ونص كنديرو في المول. انا هاد المول هادو راهم كبيبرين شويه، يعني ماشي دوك الصغارين، راهم كبيبرين شويه. الا درتو دوك الصغارين راه غيعطيوكم اكثر من هاد الكميه هادي. صافي كنحاولوا كنقادو الكل الفران هنا راني شاعله عليه كيسخن. انا طيبتهم في الفران الكهربائي، شاعله عليه كيسخن. شعلت عليه النار غير من التحت وخليتهم كيطيبوا حتى بداو كيتحمروا مع الجوانب. عاد حمرتهم من الوجه ديالهم. انا هنا راه كيف شفتوا بداو كيتحمروا شي شويه بزاف. صافي ما نتوما كيف كتشوفوا الشكل ديالهم بعد ما كنخرجوهم. يعني قلت لكم ما تعمروهمش بزاف باش ما يفيضوش، ولا بغيتوهم ما يفيضوش مع الجوانب غادي تسخنوا الفران مزيان من الفوق ومن التحت وتدخلوهم كيطيبوا في مره واحده. يعني ما كيسيحوش هكا مع الجوانب، يعني هذيك الطريقه مزيانه. صافي هنا بعد ما خرجتهم كنزولوهم بدوك ليمون بكل سهوله. وخديت هنايا شويه ديال الكونفيتير ديال المشماش اي المربى، دهنتهم من الفوق ومع الجوانب وكرشهم. هنايا كان عندي شويه ديال الكاوكاو اللي يكون كاسي محمر، كندهن كنرش ندهنهم كاملين بالكونفيتير من الفوق ومع الجوانب. وكنزينهم بهذا الكاوكاو كونكاسي اللي ممكن تزينوهم بالكوك. التزيين كيبقى لكم اختياري. كيجيو هاد الميني كيك روعه، كيجيو غزالين خفافين ومعلكين رطبين، شهوه منهم. توجدوهم هكا للكوتي، توجدوهم للوليدات للفطور، اولا يديو معاهم المدرسه. شي حاجه سهله وسريعه كيف شفتوا، ما فيهمش مقادير كثيره وكيجيو ساهلين في الخدمه ديالهم، ما تياخذوش معكم الوقت. وغير بيضه وحده. هنايا غادي نحاول نفتح معكم وحده تشوفوها كيفاش كيجيو غير التقطيعه ديالهم، راه تيبانوا لكم بانهم كيجيو رطب وهشاشين خفافين كيف الريشه. نتمنى ان شاء الله اخواتي يعجبوكم وتجربوهم لوليداتكم. شي حاجه سهله وسريعه. ما تنساونيش من لايك. بسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.